ستارلينك طورت أقمارها بحيث كل قمر في شبكتها يقدر يعمل 350 مناورة لتجنب التصادم طول عمره الافتراضي. لكن في الواقع ووفقا لبيانات الشركة من 2020 ل 2022 أكتر من 4000 قمر لستارلينك عملوا كام؟ عملوا أكتر من 26 ألف مناورة لتجنب حوادث اصطدام محتملة، وده بيخلي احتمالية الصراع بين أمريكا والصين محتملة قريبة قوي. وكل دولة فيهم دلوقتي بتسأل نفسها مين اللي هيبقى من حقه يحدد ملكية المدار ده؟ هل اللي وصل الأول هو اللي ليه الحق ده؟ وهيفضل السؤال ده هو سؤال المليون اللي هيحدد في المستقبل مين اللي هيفرض سيطرته في النهاية. ممكن تفتكر دلوقتي إن كل الدول بتطلق أقمارها في المدار ده بس، وأي حاجة بعده هي فضاء شاسع. لكن أفاجئك وأقول لك إن دي مش الحقيقة. لو طلعنا أكتر هنوصل للمدار الأوسط للأرض، وهو على ارتفاع بين 2000 ل 35 ألف كيلو فوق سطح البحر، وده بقى مدار واسع بيسمح للأقمار الصناعية بالحركة بسرعة قليلة والدوران بزاوية واسعة.